إلى كل عربي ومسلم، بل إلى كل إنسان. أي نعم أؤمر. أريد أن أسألك سؤالا واحدا فقط. اتفضل، تحت أمرك. ماذا كنت ستفعل لو كان عندك جار قرر بيوم من الأيام فجأة اقتحام منزلك وقتل أطفالك وزوجتك والاعتداء على أعراضك ونهب ممتلكاتك؟ ماذا كنت ستفعل؟ ما هو لو كان في راجل في البيت ما كانش هيحصل كل ده، بس وبعدين؟ هل كنت ستبقى مكتوف الأيدي أم كنت ستقوم وتقضي عليه بكل ما بوسعك وتحرق بيته؟ أكيد لا طبعا، يعني أنت بتتكلم في حاجة صعبة جدا إنها تحصل، بس الكلام ده لو أنا ليا جار والجار عمل معايا كده، ولو أنا موجود في البيت ما كانش ينفع إن هو يحصل كل ده وكنت هنتقم. الكلام ده لو كان بيتي، الكلام ده لو كان بيتي وأنا بدافع عنه، مش أكون مغتصب وأنا واخد منك بيتك ومطلعك منه وطردك في الشارع، ولما تيجي انت تاخد حقك مني انا اروح اقتل عيالك واقتل المستشفى اللي بتمرضك وبتمرض عيالك ونسائك انت وشيوخك. ده لو تعرفوا اصلا يعني ايه مبادئ ويعني ايه كرامة. ده واحد من عرب 48 اللي عايش في نعيم الكيان وفرحان قوي بيه ومش قادر يستغنى عنه. مع الاسف واحد باع القضية.